رمضان صبحي؟ يعني رمضان الجمهور بيقول ان هو طول قوي في الاصابه. لا يعني اعتقد ان رمضان ان شاء الله الرحمن على بعد خطوات من التدريبات الجماعيه، ممكن تبقى على اخر الاسبوع اللي احنا فيه ده ان شاء الله الرحمن او اول الاسبوع اللي جاي. انا يهمني ان هو يكون موجود معانا ان شاء الله الرحمن قبل مباراه السوبر بعدد كافي من الايام، 4 أو 5 ايام، ده كفايه، ده كفايه جدا يعني. لكن ان شاء الله الرحمن حالته تبقى كويسه وتساعدنا ان شاء الله الرحمن يعني. سيد، هتستأنف ضد العقوبه والغرامه ولا لا؟ الحقيقه انا مش عارف اقول ايه الحقيقه يعني القرار طالع حتى يعني احداث بيراميدز انا مالي بيها، يعني انا مالي بيها يعني. اساس اي نجاح في الدنيا كلها يعني ان ما تبقاش متربص بانسان او بهيئه. يعني احنا في مسابقه لوائح وقوانين ولا اهواء وتوازنات؟ يعني احنا في مسابقه ايه؟ لوائح وقوانين بتحكمنا ولا توازنات وهوى؟ انا مش قادر افهم يعني ايه حيثيات القرار ايه؟ بس اسال حضرتك، هل جالك الحيثيات القرار؟ حضرتك عرفت انت غلطت في ايه؟ ايه هو ما جاليش حاجه خالص، انا في قرار طالع تمام. ايه هو حضرتك؟ يعني هو القرار دلوقتي اللائحه بتقول ان الانذار بيتوقف المباراه اللي بعدها و50,000 جنيه؟ يعني ايه حيثيات انت طلعت القرار ده بناء على ايه؟ يعني انت كاتب نص كلمتين ولا 3 كلمات باحداث بيراميدز. ايه احداث بيراميدز؟ ايه مالي الاهلي باحداث بيراميدز؟ يعني مالي الاهلي او عنصر في الاهلي او مسؤول في الاهلي او لعيب في الاهلي باحداث بيراميدز؟ الانذار وانفعال حضرتك على الحكم ولا الجاريه بعد الجون؟ ثانيه واحده بس. الانذار ادي انت بتتريق اهو، بتقول جاريه بعد الجون. لا والله ما بتريقش، ممكن فرحه الجون، ممكن تكون فرحه الجون، ما بتريقش. فرحه الجون بتتغرب عليها 50,000 جنيه دلوقتي؟ انا بس حضرتك مش عارف الحيثيات ايه اللي حصل يعني. اعتقد ان يعني لو انت عايز تنرفزنا او عايز تضايقنا او متربص بينا، لا قول الامر كده يعني. ما اعتقدش ان انت بالنسبه لك ده فير، يعني ما اعتقدش ان ده فير ابدا. ولو بتتكلم على كلمه بتتقال ولا حاجه، ده انت بتسمع كلمات يعني ما يعلم بها الا ربنا. ولو الحكم دني او قال يعني كل اللي انا قلته، يعني قلت له بلاش صفاره كتير، عايزين نلعب كوره، والراجل راح مديك انذار وقعدت على الدكه وكملت ماتشك. انت بتقول بعد احداث بيراميدز او اثناء احداث بيراميدز او مباراه بيراميدز او بعد بيراميدز. يعني الجمله دي قانونا تخلي الحكم يديك انذار؟ يا سيدي خلاص، لو انت موجود في الملعب وقلت له تاخد فيها انذار، او كابتن ابراهيم نور الدين اداني انذار فيها تمام، وانت التزمت وقعدت. ايه لجنه الانضباط بتقول لك بعد هي ما انا بقول لك احنا في مسابقه بيحكمها لوائح وقوانين ولا توازنات واهواء. لا الامر مش كده. وبعدين في حاجه في الدنيا كلها اسمها قرار يطلع بين الشوطين بعد المباراه اللي بعدها. يعني انا عندي مباراه المصري مثلا اللي جايه دي، يعني انت عايز تنرفزنا ولا عايز تضايقنا ولا عايز توقفنا ولا عايز تعمل ايه؟ ما انا مش فاهم برضو. حضرتك مكان بيراميدز وطلع القرار ليله الماتش وانت داخل المعسكر وعندك ماتش بكره، ما هو ده برضو هل ده مثلا يعني في العالم كله؟ يعني هي مثلا يعني الاجتماعات ايه؟ ما انا مش فاهم يعني. انا مش قادر، انا والله ما مصدق يعني. انا مش مصدق لحد دلوقتي ان انت تبقى قاعد في مباراه ويجي لك يقول لك احداث انا مالي بيها. يعني انت بتضحك، يعني انت الناس كلها بتاخد عليا مثلا ان انا بقول كلام الناس مثلا بتتكلم عليه او بتردده ولا حاجه. انت قول لي يعني في واحد خد انذار يتوقف الماتش اللي بعده، خد انذار يتوقف الماتش اللي بعده، وبعدين يقول لك بعد احداث بيراميدز؟ لا الامر مش عارف اقول عليه ايه الحقيقه، والله ما عارف اقول ايه خالص يعني. يعني انت ساكت، لا بنعترض على حاجه ولا بنتكلم على تحكيم، بالعكس يعني احنا بنساند وبنآزر التحكيم. وفي وقت من الاوقات رغم ان احنا مثلا اكتر ناس سواء بشكل مباشر او عن طريق منافسك او غير مباشر ما بتتكلمش. يا راجل انت عندك 8 9 بنالتي ما حدش اتكلم فيهم خالص ولا احنا اشرنا ليهم اصلا يعني. ممكن عشان بتكسب يا سيدي بكسب ولا بتعادل ولا بخسر، انت مالك؟ انت عندك لائحه، هي اللائحه بتطبق في المكسب ولا الخساره والتعادل؟ لا ممكن حضرتك ما بتتكلمش تعترض عشان انت بتكسب، انت ماشي بتكسب. لا ما انت بتتكلم في ايه؟ ما انت بتتكلم سيد مع حضرتك لو ماشي لو في سوء نتائج مش هتسكت على الكلام ده، لان احنا مش طرف في مباراه مثلا خلاص. يعني في بينالتي ما اتحسب هنا ولا في بينالتي اتحسب هنا. بتتكلم على الاهلي ولا على فرقه ثانيه؟ انا اهلي ما بتكلمش خالص يعني. بالعكس انا داعم جدا جدا للامور التحكيميه او الحالات التحكيميه، وبشوف ان في فتره من الفترات اللي احنا فيها في هوجه جامده جدا على الامور التحكيميه. انا من هنا بقول لك لا احنا معاهم. يعني محمود البنا او محمد عادل او المترشحين للمباراه بيراميدز زي محمد عادل او محمد معروف او محمد الحنفي او محمد الصباحي، كلهم يعني كويسين جدا بغض النظر لو اخطاوا حتى في ضربه جزاء ولا حاجه. يعني ده عنده ضربه جزاء في دجله، وده عنده ضربتين جزاء في المقصه، وده عنده ضربه جزاء مثلا يعني ممكن تكون في ام بي. لكن في النهايه وارد كل دول لما تيجي تقارن بالتحكيم الافريقي لا هتحطهم في حته كويسه. يعني كل واحد فيهم انا داعم جدا، حتى جهاد جريشه. يعني كابتن جهاد جريشه مع حفظ الالقاب للكل.
يعني أنا مش عايز اقول انا متعاطف مع جهاد جريشه او يعني داعم مش عايز اقول كده لان ده شأن ما يخصنيش، اوكي؟ لكن جهاد جريشه، كابتن جهاد جريشه السنه اللي فاتت حكم لي 4 مباريات مثلا، حكم لي الجونه، اوكي؟ وحكم لي الاتحاد، وحكم لي المقاولين، وحكم لي بيراميدز. اتغلبت في ماتشين واتطرد مني 2 في ال4 مباريات. لكن انا بحس، وانا دي شهاده حق قدام ربنا سبحانه وتعالى، يعني شهاده حق، ما بحسش ان هو يعني متحمل، لا مش متحمل، يعني ممكن تكون اخطاء تقديريه، لكن ما بحسش ابدا مع ابدا. وهو بقول لك طرد لي 2 واتغلبت معاه مباراتين، لكن ما بحسش ابدا ان الراجل يعني ممكن يكون مستقصد حد خالص خالص. محمود البنا او كابتن محمود البنا لسه والله قبل الماتش بقول له يعني انا شفت لك مباراه الوداد والرجاء، يعني نموذج 4-4 هناك في استاد محمد الخامس، حاجه جامده جدا. يعني امين عمر في مباراه، كابتن امين عمر في مباراه الترجي وشبيبه القبائل، نموذج. فاحنا بنساند وبنآزر. لكن النهارده لما تيجي تقول لي مثلا يعني من باب اقول لك يا ابراهيم انت موقوف الماتش اللي فات، اقول لك الماتش الجاي اسف ليه، انا عملت ايه؟ يعني ايه اللي انا عملته؟ ايوه، ما انا برضو انا ما عملتش حاجه. يعني لو انا عملت حاجه، لو انت عملت حاجه، لو انت بتعملها توازنات، ده ما يصحش ابدا. ما يصحش ان انت تدير اصلا. لو انت يعني اي هيئه في الدنيا متربصه بعنصر فيها او واحد فرد فيها، ده ما ينفعش يدير اصلا، ما ينفعش يدير. يعني انا ما ينفعش يبقى عندي لعيب مثلا اتربص بيه ابدا. ايه اللي انت عملته؟ انا نفسي افهم ايه اللي انا عملته.